اليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفه ولا اروع ديال لي زامون دو شوكولا ولا اللوز بالشكلات اللي كتباع في المحلات التجاريه الكبرى بثمن طالع. اليوم غادي نوجدوه انصامبل وغيتقام علينا بثمن رخيص. كنحتاج لهاد الوصفه الكاكاو، شوكولا نوار، سكر سنيده واللوز والماء. كناخذوا مقله اللي كنديروها على عافيه مهيله، كنديروا فيها سكر سنيده وكنضيفوا ليها 4 كاس ديال الماء وكنبداو نحركو. بالنسبه المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف، والكميات غادي تضاعفوهم على حسب عدد افراد الاسره اللي كاينه. دونك كنحاولوا نحركوا السكر مع الماء غير بشويه، ماشي نشعلو عليه ونخليوه باش ما يلصقش ويتحرق. كنبقاو نحركوا فيه بهذه الطريقه وكنضيفوا ليه اون فوا كيبان لكم باللي بدا كيغلى وبداو هاد الفقاعات كيبانوا. كناخذوا اللوز اللي كنا سلقناه ونقيناه قبل، كناخذوه وكنضيفوه ليه. دونك كنديروا الكميه اللي محتاجينها كامله وكنبداو نلبسوه بهذاك السكر والماء بحال الا كيتكاراميليزا. دونك ردوا البال على ان العافيه خاصها تكون قليله بزاف، وكنبداو نحركوا مع التحريك المستمر، ما نغفلوش عليه حيت اون فوا غادي نخليوه غادي يلصق لينا ويتحرق معانا. اون فوا كيبدا يبان لكم باللي بحال هكا بدا كيحراش، كنبقاو مستمرين في التحراك واخا ينشف. كنبقاو مستمرين في التحراك حتى كيبان لكم اللون ديالو بدا كيتبدل ولا ذهبي. دونك كنبقاو نحركوا فيه حتى كيتكاراميليزا مزيان. حاولوا ما تحبسوش التحراك باش ما يتحرقش معاكم، وديما العافيه تكون عافيه قليله بزاف. كنبقى مستمره على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ها نتوما شوفوا معايا دابا كيفاش اللون ولا ذهبي كيتكاراميليزا. اون فوا كيبدا يتكاراميليزا وكيكون لي معنا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو، كنزيدوا الزبده وكنبداو نحركوا على ما تذوب ديك الزبده كامله وحتى هي تلبس مع هذاك اللوز. طريقه جد سهله وما كياخذش منكم الوقت بزاف وكيجي غزال. من بعد كنحاولوا نحطوه على ورق باش ينشف، وردوا البال ملي تكونوا كتحطوه ما يكونش وحده فوق من وحده باش ما يلصقش، خاصو يكون ورقه واحده. نحاولوا اننا نديروا حبه على حبه ما يتجمعش كامل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه كنحاول انني نفرقه باش ما يكونش لاصق، باش وحده ما تلصق مع وحده اخرى. غير جربوا هاد الوصفه، راه اون فوا غتجربوها راه غادا تعجبكم بزاف، وصابو تعطيوه حتى الوليدات الصغار كوم سناك، راه كيجي غزال. من بعد اون فوا كينشف لينا تناخذوه نحطوه في شي ريسيبيون كيف ما كتشوفوا معايا راه الذهب. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي ديجا غير هو هكا كيشهي. من بعد تناخذوا شوكولا نوار اللي كنت درتو ديجا انا اون بان ماري، كانتيتي غير صغيره، راه ما كتحتاجوش شي حاجه كبيره بزاف. كنضيفوه لهداك اللوز وكنبداو نحركوه حتى يتغلف كله بهداك الشوكولا. بالنسبه للشوكولا خاصو يكون نوعيه جيده وتكون نسبه الكاكاو طالعه باش يجي زوين وتنجح معكم الوصفه. كنبقاو نحركو فيه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل حتى كله خصو يتغلف بالشوكولا نوار كيف ما كتشوفوا معايا. راه وصفه جد سهله وما كتاخذش وقت بزاف وزوينه، وفريمون ما كتقامش عليكم غاليه بحال اللي كيتباع في المحلات التجاريه. كنضيف هنايا الكاكاو وكنبدا ندردرو عليه من الفوق حتى يتغبر كله بهذاك الكاكاو كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقاو نحركو فيه بهذه الطريقه. كنديروا الكميه الكافيه ديال الكاكاو اللي غادي تغطي لينا اللوز، يعني ما يبقاش يبان غير شوكولا بوحديته، يكون مغبر بالكاكاو مزيان. ها نتوما راه الصوره كتوضح حتى كيتلبس مزيان وكيلصق فيه. من بعد تناخذوا هذاك اللوز وكنحاولوا نديروا شي صفايه باش نحيدوا الزوائد ديال الكاكاو باش ما يبقاش، الا بقى عاوتاني كثير غادي يتعجن. دونك كنحاولوا اننا نصفيو بحال هكا، وراه وصفه كتجي ولا اروع. شوفوا الشكل النهائي ديالها كتجي غزاله، جربوها راه ما غاديش تندموا، وكتجي بنينه وتقدروا تستعملوها في بزاف الوصفات.